الحمد لله يا رب العالمين، دائما مع فيرمات واراضي فلاحيه في اجمل الفيرمات اللي كنتكلموا عليهم، وفيرمات اللي كتكون مجهزه. دائما الناس اللي كتسولنا على فيرمات تكون عندنا مليئه بالاشجار. اليوم انا معكم بعرض جديد خاص بفيرما اللي المساحه ديالها 11000 دلمتر هكتار و1000 دلمتر، اللي محفظه واللي فيها منزل تبارك الله ما شاء الله. راه هو فين كيبان لكم اللي المساحه ديالو 98 دلمتر، واللي مغروس فيها 200 شجره ديال الافوكادو، واللي مغروس فيها كذلك ما يقارب 200 شجره ديال الزيتون، واللي مغروس فيها كذلك ما يقارب 40 شجره خاصه بانتاج تين الكرموز، وما يقارب 50 شجره خاصه بانتاج الاشجار ديال الفواكه المثمره. والبئر متوفر عندنا هنا بالطاقه الشمسيه كذلك، والكهرباء متوفر عندنا وسط الفيرما، وعاد السكن ديال العامل. هادشي كله ان شاء الله غيكون من النصيب ديالكم الا خليتكم معايا. واللي مميز في هذه الارض انها ذات تربه رمليه. حنا جينا في نواحي مدينه تيفلت، وبالطبع كتلقاو الجيران حداكم من اليمين ومن اليسار، ولكن ما ننساش اهم نقطه هي ان الفيرما جات عندنا لاصقه على الغابه مباشره. من وسط الفيرما غادي تخرج وتدخل للغابه ديال الفيلين هنايا باش تستمتع وتنسى الحياه وتجي وتدوز انت والابناء ديالك وقت جميل. كل شيء قانوني موضوع عندك هنايا، غير اجي كتب وتمتع. يلا سيدي نبداو على بركه الله. ودائما ملي كنبداو من الطريق الرسميه، وشوفوا الخضره تبارك الله كيفاش دايره في هذه الاماكن. الناس كتزرع البطاطس بواحد الكثافه هنا، لان الفرشه المائيه كاينه في هذه المنطقه بواحد الشكل اللي رائع. بسم الله. من بعد ما كندخل من الباب الرسمي بالطبع كيبان لكم الصوريشنا الجهه الاماميه، كنلقاو عندنا السكن ديال العامل مع الدوش طواليط ديالو الخاص، وكنجيو كندخلوا مباشره في الجهه اليسرى ديالنا كنلقاوها مليئه بالاشجار تحت الافوكادو اللي هي 200 شجره. هانتوما كتشوفوا العمر ديالها سنتين. جميع الاشجار اللي كتشوفوهم هنا العمر ديالهم سنتين فقط، وبالتالي تزرعوا بالضبط في الاواخر ديال 2021 هنا باينه. اما الا مشيت للجهه اليمنى ديالي فغنلقى في هذا المكان هذا كاين عندي شجره الخروب، اشجار ديال التين، اشجار الزيتون. ولا تميت زايد للامام كنلقى الاشجار الاخرى اللي هي ديال الفواكه اللي غادي نمشي دابا نوريكم. هنايا بالتحديد كنلقاو عندنا الاشجار الخاصه بانتاج المشمش، بالقرب منها كذلك هنا الاشجار الخاصه بالانتاج ديال الجاص في هذا المكان هذا. الاشجار ديال الخوخ والشهديه متواجده عندنا هنا، كذلك الاشجار الخاصه بليزانون هي اللي كتشوفوا فيها الشيرمويا. الاشجار تاع الكويافا كذلك هما بعض الحبات تاع الكويافا غيكونوا واضحين امامكم هنا. شي تبارك الله ما شاء الله هما واضحين بالنسبه لكم في هذه الحاله هذه. ثم كنجيو كنلقاو الحوامض. هذا السيري هذا كله غادي عندنا بالانواع ديال الحوامض المختلفه، وكنزيدو كنلقاو عندنا هنايا في هذا المكان الاشجار تاع المزح. اذا هذا هو السيري. بينما الاشجار الزيتون المميز فيها هي انها غاده عندنا مع الكلوتور في الجنبات ديال الفيرما والمحيط ديالها كامل. وكما سبق وتكلمنا الفيرما جات في النهايه ديالها البدايه ديال الغابه ديال الفيلين البلوط اللي كتشوفوا فيها. من هنا تقدروا تمشيو تدخلوا مباشره وتدخلوا وسط الغابه، حتى الناس اللي بغات تربي بعض الابقار ديالها ولا شي حاجه وبغات تسرحهم راه هنا الغابه قريبه منكم، او نورمالمون انت بغيتي تستمتع بالوقت ديالك راه ممكن تخرج تماك. في هذا المكان هذا كنشوفوا الجهه الاخرى اللي كتشوفوا فيها هنا مليئه بالاشجار تاع الكرموس اللي هي التين اللي هي بالتحديد. وهذاك راه يعتبر هو البئر ديالنا اللي غنمشيو ناخذوا التفاصيل ديالو حاليا. في هذا المكان بالتحديد كنلقاو البئر ديالنا. بطبيعه الحال البئر ديالنا محفور بطريقه تقليديه هنا، ولكن كيتميز لينا بواحد الوفره ديال المياه الكبيره. فيه بومبا ديال 3 الخيل اللي كتخدم لينا بالطاقه الشمسيه، يعني ما غتحتاجوش الكهرباء بالنسبه لانتاج الطاقه الخاصه بالمدخل الكهربائيه، على عكس ان الكهرباء راه متوفر في الفيرما ماشي ما كاينش، وبالتالي راه كاين في المنزل غادي نشوفوه. فقط دائما مع السياج اشجار تحت الزيتون. واضح لكم هذا الامر. العمق ديال البئر ديالنا هو 42 متر بالنسبه للناس اللي كتسولنا على هذا الامر هذا. اما الفرشه المائيه فلقاوها على 26 متر. اوكي واضح. بطبيعه الحال تنقول لكم راه الجيران كاينين حداكم هنا. نزيد انا وياكم الهي في وسط اشجار الافوكادو من بعد ما نخليو الاشجار تاع الخوخ والشهديه هنايا. البدايه هنا مع اشجار تاع الافوكادو المعروفه بنوع الهاس اللي هي الافوكا الحرشه اللي كتشوفوا فيها. حنا ان شاء الله كنشوفوا الفيرما ديالنا قبل ما نمشيو نشوفوا المنزل ديالنا كذلك باش تكونوا فكره بخصوص هذا الامر هذا. الاشجار كذلك ديال الافوكادو من الجهه الاخرى والشكل ديالها كاينه عنايه اللي جيده بالاشجار. وبطبيعه الحال الفيرما ديالنا كلها مجهزه بوسائل الري بالتنقيط. البوطو ديال الكهرباء متوفر عندنا في هذا المكان هذا. اوكي واضح عليكم. اجي نزيد انا وياكم ليه ولا عرفتي نديرو، اجي نمشيو للجهه ديال اليسار لهي باش نوريكم الحدود ديالها.
هنايا بالتحديد السياج هو هذا اللي كتشوف فيه هنا، فين كاين الباش وكاين نورمالمون هنا لي بيكي. بالطبع كنخليوهم وكنرجعوا للجهه اليمنى. بالنسبه للناس اللي كتسولنا دائما التربه، انتم تبارك الله ما شاء الله كتشوفوا التربه اللي رمليه، التربه اللي جيده صراحه. هنا كنتكلم على تربه رمليه بواحد العمق اللي كبير، ماشي كنتكلموا فقط على تربه اللي رمليه بشكل سطحي. واضح لكم؟ واضح. اذا غادي عندنا الشجر تبارك الله. السنه المقبله غتكون هي السنه ديال الانتاجيه ولا بدايه الانتاجيه ديال اشجار الافوكادو. كتشوفوا الشكل ديالها صراحه الشكل اللي جيد. سبق لي زرت بعض الفاغم اللي زارع الافوكا في السنه الاولى والثانيه ديالها، كتعرف بانه ما كايناش عنايه جيده، بينما هذه كتوضح لك على انه العنايه تبارك الله من شكل الشجره كتبان جيده، وكتبان على انها واخده حقها من ناحيه الماء. اوكي، اجي نطلعوا بعد الجهه العلويه دي. من الجهه الاخرى كيبان لكم السياج هو هذا اللي غادي في الجانب ديالنا، وهذا الجانب الايسر الاشجار تاع الزيتون الموجوده عندنا هنا، واللي كلها تسقى بالطبع اشجار الافوكادو. المكان اللي كنت فيه قبل قليل هو هذاك المكان اللي كتشوفوا فيه الهي. وبالطبع الا مشينا درنا على الجهه اليمنى ديالنا كنكون وصلنا لهذا الجزء هذا، هو فين كتحبس عندنا اشجار الافوكادو، واللي كاين عندنا هذه المساحه هذه كتبقى مساحه فارغه. بين قوسين ملي تنقول مساحه فارغه كنتكلم على جزء خاص بصاحب الفيرما اللي كيقوم بزراعه جميع الاشياء الخاصه به. هنا باينه لكم التربه الرمليه كيفاش دايره، واضحه. الكتبان الرمليه الجميله تبارك الله ما شاء الله، كتشوفوا فيها كيفاش دايره تبارك الله. هنايا كنمشيو حتى الاشجار ديال الفليل اللي كاينه تماك، هذاك هو الحد ديالها بالضبط، هي راه مسيجه بالكامل. اما من ناحيه الخضروات فكنلقاو بان هذا الجزء هذا كله مجهز بوسائل الري بالتنقيط، فين كيزرع فيه الاشياء الخاصه. من فيها يبان لكم هنا السلاوي، من فيها الجلبانه هنايا، من فيها كذلك المطيشه الهاب، من فيها البطاطا، من فيها اشياء اخرى كلها مغروسه عندنا في هذا الجانب هذا بالكامل. وهذا الشيء جميل بالنسبه لاي واحد ولا اي مالك ديال الفيرما يكون قادر باش انه يغرس هذه الانواع ديال الخضر والفواكه عنده هنا تبارك الله ما شاء الله. شفتوه شيء جميل. صاحب هذه الفيرما هذه صراحه قام بواحد الدور اللي جميل، ومن الصعب انك تبدا تجهز فيرما بهذه الطريقه هذه، كيكون فيها واحد العناء اللي كبير. هنايا كيكفيك انك تجي تكمل الخدمه بشكل بسيط وتبدا تسقي، والسنه المقبله الفيرما ديالك غتعطيك انت بالتحديد. يلا من بعد ما شفنا هذا الجزء هذا هو دابا غندوروا على الجهه اليمنى ونمشيو نشوفوا المنزل ديالنا. انا في الطريق غادي نمشيو للمكان اللي فيه المنزل ديالنا بطبيعه الحال دائما بالقرب من السياج. نبغي نقول لكم على انه ما بين هذا السياج والسياج الاخر كاينه طريق رسميه اللي كتدينا للمكان اللي فيه الغابه. اذا بغينا نخرجوا ونمشيو ديريكتومون فقط هذه هي الجهه اللي قلت لكم هنا مليئه عندنا بالاشجار، اعتذر بالاغراس ديال الخضر. كتشوفوا هذه كلها بطاطا. المكان اللي كنت فيه قبل قليل هو هذاك. حنا غاديين باش نمشيو للمنزل. اشجار الزيتون هي هذه الموجوده عندنا هنا امامنا، والمنزل ديالنا هو هذاك اللي كاين له. يلا سيدي يلا لاله تمشي تشوف المنزل ديالك اللي كيتكون لنا من جوج الغرف، صالون كبير ومطبخ مفتوح بالطبع. المكان اللي كنت فيه قبل قليل هو هذاك جينا منه كاملين باش نمشيو للجزء الامامي. هذا الجزء الامامي الى الانسان بغى يدير المسبح ديالو كاين مفتوح هنايا. هما الله قد هاد البارتي هادي باش يديروا فيها الازير الله تغرس لهم كتشوفوا فيه. وبالتالي المنزل ديالنا حتى البناء راه باقي جديد، راه الله صاحب الفيرما كيستلم البيرمي دابيتي ديالو، يعني رخصه السكن ديالو، لانه عنده قانوني كلشي هنايا. سو هاد لابارتي هادي مازال كتجهز، وبالتالي الا جيت انت عندك فرصه باش انك دير مسبح، والرخصه عنده فيها المسبح بالنسبه للانسان اللي باغي يدير المسبح ديالو هنايا. فقط غنديكم باش تشوفوا المنزل. والشيء الجميل هاد لابارتي هادي راه على شكل ديباره مفتوحه لتحت، ان شاء الله غنوريها لكم. نقولوا بسم الله على بركه الله ونمشيو ندخلوا وسط المنزل ديالنا. بمجرد كندخل للمنزل غنلقاو بان الجهه اليسرى عندي هنايا على شكل صالون مفتوح، يكفيك انك تجي تفرشو وهكذا كيولي عندك صالون ديالك جاهز. تعتبر هذه الجهه اليسرى. الجهه اليمنى غتشوفوا فيها بهذا الشكل هذا فين كاين عندنا المطبخ ديالنا هنا بالطبع. يكفيك انك تزيد لي بلاكار ديالك، اما هو راه الزليج دايز عندنا في المنزل بالكامل. الشيء المميز هي انهم كاميرات المراقبه كتشوفوا فيهم هنايا مع التلفاز ديالهم، 4 ديال لي كاميرات سيرفيونس اللي مانستالين هنايا كيبقاو لكم بطبيعه الحال كهديه مع هذا المنزل هذا. بالنسبه للثلاجه كذلك تبقى لكم كهديه مع هذا المنزل هذا. وبالنسبه للكليماتيزور حتى هو موجود هنا. كندخل كنلقى عندي الغرفه الاولى على اليسار، الغرفه الثانيه على اليمين، وكنلقى عندي في الوسط هنا الحمام، الدش والحمام. ثاني شيء اللي هي الغرفه رقم 1 تعتبر هذه الغرفه. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها بطبيعه الحال. هادو هما الخاصين بالنوافذ اللي غادي يتركبوا من برا على ود الحشرات باش ما تبقاش تدخل، هما متوفرين يعني ما عندكمش مشكل فيهم.
كتلقاو هما هنايا لي بلاكار ديالكم، اولا كنتكلم الماريو الصغير الخاص بتخزين الاشياء المتعلقه بكم، كلهم جداد كتشوفوا فيهم راه الله تركبوا باقيين جداد. انت اول شخص غادي يجي يستافد منهم. نخليوهم ونرجعوا نمشيو للجهه ديال اليسار فين كنلقاو عندي هنا المكان ديال الدش الحمام، هو هذا امامكم. الجهه العلويه ديالو كذلك كتبان لكم. بالنسبه للشوفو متوفر عندنا هنايا، وبالنسبه كذلك الموبل هانتوما كتشوفوا كاين عندكم هنايا، ما عندكمش مشكل ديال الحمام جاهز. اما الجهه الاخرى كنلقاو عندي غرفه النوم هنايا توفر امامي مباشره اللي هي هذه. الامر الجيد هو انه في المنطقه هنايا ممكن ان الانسان يقدر يبني ويكون عنده +1، يعني الا بغيتي تزيد الغرف تزيد الفوق. عندكم نفس الشيء ماريو اخر ولا لي بلاكار ها هما كيما الاخر اللي باقيين حتى هما جداد. واضح؟ اوكي، نسد هذا الامر هذا، وبالتالي هكذا نكونوا درنا جوله في المنزل ديالنا بالكامل ووضحناه. اجي دابا نخليو المنزل ديالنا ونمشيو ونطلعوا للسطح ان شاء الله، اللي هادو هما الدروج ديالو. بمجرد كنطلعوا للسطح اول شيء غنلقى الكليماتيزور هنايا ديالي، هو واضح كبير وبطبيعه الحال ان شاء الله راه غادي يبقى لكم هنايا مع المنزل بالطبع هنايا الا بغيتوه. والشيء الثاني هذا هو الشكل اللي كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله ديال السطح، والجهه الاخرى كذلك كتبان واضحه بالنسبه لكم هنا. والاطلاله الجميله الموجوده عندكم هنايا سواء على هذا الجانب فين كاين هذا الغابه الصغيره تاع الكاليبتوس، ولكن انا اللي كيهمني هي الجهه الاخرى اللي غادي ان شاء الله كاملين تشوفوها بالتحديد من هذا المكان، وغتبان لكم الغابه تاع الفلين اللي هي بالقرب من المنزل او الفيرما ديالنا. واضحه؟ يلا سيدي نجي نرجع دابا نذكركم باهم التفاصيل. من بعد ما خرجت من المنزل ديالنا غير ردكم في هذا الجانب هذا. هنا في المزروع عندي البصله، في المزروع عندي اللفت كذلك اللي هي، في المزروع عندي القزبر اللي هي، في المزروع عندي هنا القرعه كتشوف فيها، في المزروع عندي جلبانه هنايا. هذا المكان كما سبق قلت لكم خاص بالانتاج ديال الخضروات، وبالتالي اي شخص مبدع ويعشق الطبيعه تعتبر هذه الفيرما ديالو، لانه كل شيء غادي توفره هنايا. الرمال الذهبيه الجميله والمنتجه كتلقاو هنايا الفلفله، وكنلقاو هنا كذلك البطاطس البطاطا، كنلقاو هنا الفول اللي هي الجلبانه كذلك وسلاوي من له. واضح لكم الشكل ديالها حاليا. اذا اجي دابا نذكركم باهم التفاصيل باش تكونوا مرتاحي البال وتشريو هذه الفيرما وانتم مستمتعين بالوقت ديالكم. اذا كانت هذه الفيرما ديالنا بالنسبه اليوم للناس اللي كتعشق دائما الفيرمات الجميله والمجهزه من مساحه 1 هكتار و1000 متر، محفظه بالطبع. البئر الرخصه موجوده، المنزل الرخصه موجوده، كل شيء عندكم قانوني. هنا فرشه مائيه جيده. كتحتوي لنا الفيرما اللي بينات يدينا اليوم على اول شيء التربه ديالها التربه اللي رمليه جيده جدا، وكتحتوي لنا على عدد كبير ديال الاشجار ما يقارب 500 شجره واكثر. كنتكلموا على ما يقارب 200 شجره خاصه بانتاج الافوكادو اللي كتشوفوا فيها، وكنتكلم على ما يقارب 200 شجره اللي غادا عندنا مع الكلوتير مع الجنبات ديال الفيرما بكامل خاصه بانتاج الزيتون، وكنتكلم على 40 شجره خاصه بانتاج التين كرموس، وكنتكلم كذلك على ما يقارب 50 شجره خاصه بانتاج الفواكه المثمره. وبالتالي تنتكلم على فواكه مختلطه بما فيها المشمش، بما فيها الاجاص، بما فيها الكويافه، بما فيها التوت، بما فيها الحوامض بالانواع ديالها، بما فيها الكرموس، يعني العديد من الانواع ديال الفواكه ما لذ وطاب منها. الخوخ الشهريه موجودين عندكم هنايا، ولكن اجمل ما كاين في الامر هي القرب من الغابه. وهذا الامر هذا يعني كنتكلم على واحد الميكرو كليما اللي رائعه بالنسبه للناس اللي كتبغي دائما تجي المناطق اللي زوينه وبعيده من الديرونجمون ديال المدينه. دابا غتبغي تسولوني على الوضعيه القانونيه كما سبق وتكلمت. القطع الارضي اللي بينات يدينا اليوم محفظه، المسافه بينها وبين الطريق المعبده تقريبا حوالي 400 الى 500 متر على اقصى تقدير، او كنتكلموا على 400 الى 500 متر كنتكلموا على طريق لي بيست. من بعد كنلقاو تقريبا حوالي كيلومتر ونصف توفنوا اللي كتوصلنا للطريق المعبده. اما دابا الثمن المطلوب في الفيرما اللي بينات يدينا اليوم حدد في 110 مليون د السنتيم. بالنسبه للناس اللي كتسولنا على الثمن راه حسابيا الا جيتي حسبتي قيمه الارض، قيمه المنزل، قيمه التجهيزات ديال السياج، قيمه التجهيزات ديال وسائل الري بالتنقيط، قيمه البئر، قيمه الطاقه الشمسيه، الرخص اللي كاين عندك هنايا، غتلقى راسك كتطلع في نفس القيمه، وبالتالي انت اليوم كتشريها بنفس القيمه اللي كاينه فيها هي. والامر هذا كيعطيك امتياز باش انه تجي تاخذ الفيرما وهي بينات يديك واجده. ولا بغيتي تجي تشوفها ما عليك غير تواصل معنا في الارقام اللي كتشوف هنا، او لا كتشوفهم
هنا الناس اللي كتسولنا بالاورو او بالدولار، الثمن حدد في 110,000 اورو او 110,000 دولار. تقدر تجي تستمتع في هذه الفيرما هذه بين يديك. يلا خليت لكم الراحه، خليتكم في اجمل الاوقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.